نتكلم عن كلام مسرب لقناة الجزيرة، مكالمة بين كهلان والرئيس علي عبد الله صالح بخصوص المنصة والجايفي وريمة حميد والعشر الدبابات. العشر الدبابات مجرودة على زوج، على شخص متزوج بعمة معين، وأخذ العشر الدبابات أخو زوجة معين بدون علم الشخص اللي مجرودة عليه، وطلعت من المعسكر ووصل الكلام للرئيس وتناقشوا هو كهلان بخصوص هذا الموضوع. العشر الدبابات أخذها أخو زوجة معين بدون علم عمه اللي متزوج أمه، وخرجت العشر الدبابات وجت أوامر بحجزها وحجزت وما أطلقت إلا بخطاب رسمي. أنا شخصيا أخذت الخطاب ووديته إلى مكان العشر الدبابات المحجوزة بإطلاق سراحها وعودتها إلى الشخص الذي مجرود عليه. العشر الدبابات طلعت عن طريق أخو زوجة معين، وزعل الرئيس ليش العشر الدبابات طلعت بدون علم قائد المعسكر، وليش أخذها أخو زوجة معين. هذا بخصوص المكالمة المسربة بين كهلان والرئيس وأما بخصوص الجايفي فالرئيس يعرف الجايفي وقد سجن الجايفي وتوقف الجايفي من قبل الرئيس، ولكن الجايفي طلع جبان، قام بعمل أسحار وشربها زوج بنت الرئيس، والرئيس وصلته معلومات كثيرة.